نتحول إلى العاصمة السودانية الخرطوم التي يعقد فيها المجلس العسكري الانتقالي مؤتمرا صحفيا بعدما تمت الدعوة لعقد لقاء مع القوى السياسية السودانية هناك. السيد وزير الدفاع ورئيس الأركان ومدير الشرطة، مدير عام الشرطة، ومدير جهاز الأمن، وقائد قوات الدعم السريع، ونائب جهاز، وشخصي الضعيف. كانت مهمة هذه اللجنة إنها تدير التواصل مع السلطة وقتها للوصول إلى أفق وحلول يعني ترضي طموحات المعتصمين والمحتجين. وفي تواصلنا معها كان للأسف رؤيتهم أمنية بحتة، في جوانب يا جماعة سياسية، في جوانب اقتصادية، ما كانت أفق الحلول فيها كانت تحظى باعتبار. إحنا في اللجنة الأمنية كنا نتحدث يا جماعة هذه القصة قصة شاملة، دار حلول شاملة وليست من الجانب الأمني. لما وصلنا إلى أفق مسدود وشعرنا الأفق تسدى، وكان في حوار من جانبنا مع الكيانات السياسية وقتها برضو، ما إحنا كنا نتواصل معهم على أساس إننا نحاول نقلل من مخاطر الانفلات ومن مخاطر الكياس اللي يمكن يحصل في السودان، ولنا اعتبار في أحداث كثيرة حولنا في العالم. لكن حقيقة ما لقينا الاستجابة. قررت اللجنة الأمنية العليا أن يحدث تغيير في السودان. هذا القرار ده قرار بتاعت مؤسسات قايمة على ضبط وربط، قايمة على نظام، قايمة دارين نضمن حتى تأخيرنا، كنا دارين نضمن هذا القرار ليس قفزة من القيادات، إنما القاعدة أيضا هي متحدة معنا. وفعلا كلفنا كل رؤساء أو قيادات القوات، رئيس الأركان، مدير عام الجهاز، مدير عام الشرطة، مدير عام الجهاز، بأنه يحصل على تفويض من الناس إن حنعمل تغيير عشان ما نكون عمل لنا تغيير الناس يتململوا أو يكونوا ضده. الحمد لله كل هذه القوات المكونات بتاعت المنظومة الأمنية وافقت على هذا التغيير، وكان القرار، واتخذنا القرار بتاع التغيير. ثم ماذا؟ حدث هذا التغيير. إحنا حقيقة مهمتنا الأساسية إننا نحفظ أمن واستقرار هذه البلاد، ولن نسمح فيها بأي عبث في أي بقعة في أي مكان. ثانيا، إحنا ما جايين بحلول، إحنا ما جايين بحلول. الحلول تدار من المعتصمين ومن المحتجين. يعطونا الحلول والأفق السياسي والاقتصادي والاجتماعي وغيره من مسائلنا الكبيرة يدونا لهم. إحنا ما جايين بحلول، إحنا ما ورانا أي أيديولوجية، أي فكر، أي مجموعة ماشي. إحنا أبناء القوات المسلحة والمنظومة الأمنية. إحنا جينا عشان نحفظ هذه البلاد، إنه تجد فرصة أن ترتب السودان، يرتب نفسه، يدير حكم ويدير نظام الحكم على تداول وبطريقة سلمية. إحنا غير طامعين. إحنا البيان اللي وصل الناس
دي رؤيتنا في اننا نثبت به ونعمل مظله للجميع بفرص متساويه متكافئه، ما في حجر. حتى الحركات المسلحه نحن نرحب بها في القاعات، في اننا ندير حوار نخرج السودان من هذه الوهده ومن هذه المطب الحادث الان. فلذلك يا اخوتي احنا يعني الكلام ده نوجهه لكل قطاعات الشعب، احنا حماه لمطالبهم، احنا حماه لتحقيق ما يريدونه، ولكن ذلك بالتوافق وبالاجماع اللي بيحصل من الكيانات السياسيه الموجوده المنظمه للعمل السياسي. لن نملي، احنا ما جايين بحاجه نمليها على الناس. فلذلك تاكدوا ان المجلس العسكري دي مهمته الاساسيه في اننا نحفظ للسودان ظروف ومناخ ندير فيه الحوار بيننا بطريقه حضاريه، بطريقه سلميه، بطريقه نحقق فيها امال وتطلعات الشعوب. السودان يا جماعه زاخر، السودان عنده فرص، السودان موجود، السودان قامه، السودان فلذلك احنا حراس لهذه الآمال وهذه الأحلام. أنا بقول حقه إحنا كلنا نعمل يد واحدة، إحنا ما يعني قبالة مطالب الناس، إحنا مع مطالب الناس وإحنا جزء من مطالب الناس. فلذلك لابد أن نتواطى على طريقة حضارية في أن ندير حوار. إحنا اليوم حيكون عندنا أيضا إدارة حوار مع الكيانات السياسية كلها تحضر وتسمع ومننا ما نتوق له وما يتوق له على أساس أننا نهيئ المناخ بتاع الحوار والتبادل بيننا بحيث أننا نحقق ما نصبو إليه. أنا يعني دي مقدمة، أنا شاكر كثير جدا للحضور، وإحنا مستعدين أن نسمع الأسئلة من الناس.